بنبدأ بقى نحط المادة بتاعتنا على الأسنان نقطة نقطة، وبعدين نوزعها على الأسنان كلها بالتساوي، وبعدين نحط جهاز الليزر نوجهه على الأسنان. بتختلف بقى من شركة لشركة، شركة تقول لك حط 8 دقايق بس، وشركة 10 دقايق، وشركة نص ساعة، وهكذا. بنجيب البليتشنج ماتيريال كيت بتكفي مريض واحد بس، بنحطها على أسنانه وبعدين نشيلها بعد ال8 دقايق مثلا ما يخلصوا، ونشوف لو وصلنا لنتيجة كويسة تمام، ما وصلناش بنحط تاني. خلصنا كده خلاص والدنيا بقت تمام، هنغسل كل الماتيريال ديت ونشيل كل الحاجات اللي كنا حاطينها، وبنحط بس حاجه بسيطه كده بعد البليتشنج ماده بتقعد لها 10 دقايق ولا حاجه، علشان تقلل احتماليه ان يكون مثلا في حساسيه عند بعض الناس وتهدي الدنيا وخلاص. في حاجه طبعا مهمه جدا نسيت اقول لكم عليها، وهي ان بنجيب الشيت جايد. الشيت جايد ده بيبقى شريط كده عليه كل الالوان بتاعه الاسنان، وبنشوف لون اسنان المريض قبل ما يعمل التبييض كان ايه، ونشوف لون اسنانه بعد ما خلص ايه، علشان نشوف الفرق ما بين قبل وبعد قد ايه، والمريض يبقى شايف اسنانه